اهلا وسهلا بحضراتكم في قناة العمق مع احمد الجندي. هنتكلم الحلقة ديت عن اسواق الماشية والاغنام المنتشرة في محافظات ومراكز ومدن مصر، والحلقة ديت متصلة بالحلقات اللي فاتت. الحلقات اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن دراسات الجدوى الخاصة بتسمين الاغنام البرئي، وتأكد لنا من خلال الدراسات التسويقية والفنية والمالية ان مشروع الاغنام البرئي أو مشروع تسمين الأغنام البرئي بيحقق نتائج وأرباح على أرض الواقع. فالخطوة اللي جاية إن حضرتك هتنزل السوق وتبدأ تجمع معلومات حول سلالة الأغنام البرئي من حيث الصفات الوراثية والصفات الشكلية للسلالة، وتجمع معلومات حول الأسعار والأوزان الموجودة داخل الأسواق، وتجمع معلومات حول اختيار مواصفات خروف التسمين الجيد. طبعا احنا في الحلقات اللي جاية هنكلم حضراتكم بشكل عملي عن اختيار مواصفات الخروف الجيد. فخلينا نبدأ حلقتنا ونتكلم عن خريطة أسواق الماشية والأغنام المنتشرة في محافظات مصر. يلا بينا نبدأ الحلقة. هنبدأ بأسواق محافظات وجه إبلي. ومحافظات وجه إبلي بتبدأ من الجيزة وتنتهي بالأقصر وأسوان، فاحنا هنبدأ بمحافظة الجيزة. وعندنا هنا المكان اللي هيكون فيه السوق واليوم. فعندنا في محافظة الجيزة 14 سوق. فأول سوق عندنا سوق برقاش يوم السبت، وسوق القبايات والمتانية والإخصاص يوم السبت، وسوق أطفيح يوم الأحد، وسوق المنوات يوم الأحد، وسوق العياط يوم الاثنين، وسوق كرداسة وفرعون والعيف يوم الاثنين، وسوق البدرشين والرقة يوم الأربع، وسوق أبو طماع يوم الخميس، وسوق إمبابة يوم الجمعة. ده بالنسبة لمحافظة الجيزة. هنخش على محافظة المنيا. محافظة المنيا فيها سوق منفلوط يوم السبت، وسوق سمرلوط يوم الاثنين، وسوق أبا الوقف يوم الثلاث، وسوق أبو قرقاس ومغاغة يوم الأربع، وسوق ملاوي ومنفلوط والفشت يوم الخميس. يبقى احنا عندنا منفلوط في سوقين اتنين، سوق يوم السبت وسوق يوم الخميس. ده بالنسبة لمحافظة المنيا. هنخش على محافظة أسيوط. في سوق ديروت والشريف يوم السبت، وسوق أسيوط يوم الاثنين، وسوق أبانوب يوم الثلاث. بعد كده محافظة الفيوم في سوق سنورس يوم السبت، وسوق الشوشة يوم الأحد، وسوق طمية يوم الاثنين، وسوق الفيوم يوم الثلاث، والعجمين وصنهور يوم الأربع، وسوق أبشاي وإطسة يوم الخميس. هنخش على محافظة قنا. عندنا سوق نجع حمادي وقوس يوم السبت، سوق نقادة يوم الاثنين، سوق فرشوط يوم الاثنين، سوق قفط والأمغر يوم الثلاث. عندنا سوق دشنا يوم الأربع، سوق قنا يوم الخميس. بعد كده عندنا سوق أسوان يوم الخميس، وسوق الأقصر يوم الأحد والثلاث. ده بالنسبة للأقصر. عندنا محافظة بني سويف. سوق بني سويف يوم السبت، وسوق بوليفيا يوم الثلاث، وسوق بوش يوم الأحد، وسوق الوسطى يوم الاثنين، وسوق بيبا يوم الأربع. وكده خلصنا محافظات وجه إبلي. هنخش على محافظات أسواق محافظات وجه بحر. عندنا المنوفية. سوق تلا منوف يوم السبت، سوق سرس الليان والباجور يوم الاثنين، سوق جنزور وسوق يوم الثلاث، سوق البتنون يوم الثلاث، سوق وسنا وأشمون يوم الأربع، سوق جزي وشبين الكوم يوم الخميس. عندنا محافظة القليوبية. سوق الخنكة يوم السبت، سوق شبين القناطر يوم الأحد، سوق بنها وقليوب يوم الاثنين، سوق الدير يوم الثلاث، سوق طنان يوم الأربع، سوق طوخ والمناشي يوم الخميس. بالنسبة لمحافظة الشرقية، سوق صفت الحنة يوم السبت، سوق بردين وابو الشقوق يوم الأحد، سوق مشتول يوم الاثنين، سوق الزقازيق يوم الثلاث، سوق فقوس والتلين يوم الأربع، سوق الزنكلون وابو كبير يوم الخميس، سوق بلبيس والإبراهيمية يوم الخميس، سوق العزيزية يوم الخميس. بعد كده محافظة الدقهلية. سوق ميت العالي وميت يعيش يوم السبت، سوق الزرقاء يوم الاثنين، سوق المنصورة يوم الثلاث، سوق متغمر ودكرنس يوم الأربع، سوق السنبلاوين يوم الخميس. بالنسبة لمحافظة البحيرة، سوق صفت الملوك والنخيلة يوم السبت، سوق العطف وإيتاء البارود
يوم الأحد، سوق دمنهور وبيهان يوم الاثنين، سوق أبو حمص والدلنجات يوم الثلاث، سوق بركة عطاس يوم الأربع، سوق كفر الدوار وشبرا خيط يوم الخميس. بالنسبة لمحافظة الغربية، سوق الجعفرية يوم الأحد وسوق قطور يوم الجمعة. بعد كده محافظة كفر الشيخ، سوق سيدي سالم يوم السبت وسوق إرمون يوم الأحد وسوق دسوق يوم الثلاث وسوق كفر الشيخ يوم الأربع. كده خلصنا محافظات وجه بحري. نخش على المحافظات الحدودية، وأهم محافظة بينتشر فيها الأغنام البرقي محافظة مرسى مطروح. فاحنا عندنا 5 أسواق في محافظة مرسى مطروح: سوق مطروح يوم السبت، وسوق الحمام والنجيلة يوم الاثنين، وسوق رأس الحكمة يوم الاثنين، وسوق سيدي براني يوم الخميس. وبكده احنا خلصنا الأسواق المنتشرة في محافظات ومراكز ومدن مصر. وانا حبيت اجيب لحضراتكم الخريطة الخاصة بأسواق المواشي والأغنام علشان خاطر حضرتك تنزل وتشوف الأسعار بنفسك، وتشوف السلالات بنفسك، وتاخد خبرة في الشراء وخبرة في اختيار خروف التسمين الجيد. وده هيفيدك وهينفعك أثناء دورة التسمين، وهيفيدك وهينفعك أثناء بيع دورة التسمين. وفي نهاية الفيديو أحب أشكر حضراتكم، ويسعدني ويشرفني متابعتكم على القناة. أهلا وسهلا بحضراتكم.